عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وحشتوني. النهاردة بقى هنعمل معاكم طريقة العدس الأصفر، شوربة العدس الأصفر بالشعرية بطريقة زوزو. خليكم معايا. هنا معانا آه، بتاع بصل، ومعانا توم، ومعانا قرن فلفل شطة هو ناشفة، ومعانا جزر، ومعانا طماطم. هنعمل ايه بقى؟ حطينا هنا سمنة أو زيت زي ما انتوا عايزين. هنحط البصل، والثوم نشوحهم كده شوية. هو البصل والثوم يعني الثوم انا حطيت فيها والبصل مقطعاه تقطيعة كبيرة، علشان ايه؟ ان هو كل ده بعد ما يستوي هيتضرب في الخلاط، يعني مش لازم ايه يعني مش هنحمره، احنا هنشوحه بس كده. شوفوا بقى العدس على طريقة زوجة هيعجبكم خالص. وحطوا لايك يا بنات، حطوا لايك للفيديو ده، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. حبايبي وحشتوني. احنا كده بس حطينا البصل والثوم اهو شوحناهم، وبعدين هنحط الجزر عليهم. هنحط الجزر نشوحه معاهم برضو اهو. نشوح معاهم الجزر دول بنات جزرتين كبار. احنا مش بنحط يعني عشان بس يعزز اللون بتاع العدس، عشان ما يبقاش غامق، عشان انتوا شايفين البصل ده احمر، فممكن يخلي العدس الاصفر لونه غامق. فاحنا بنحط الجزر يعني ايه، يعزز اللون، بس يبقى لونه اصفر حلو كده. ماشي. وقيمة غذائية برضه، يعني بنطلع من قيمته الغذائية كده. شايفين اهو، اديني شوحت البصل مع الثوم مع الجزرايه اهو. وبعد كده هنضيف عليهم الطماطمتين دول، طماطميتين اهم زي ما انتم شايفين، برضه متقطعين ايه يعني تقطيع كبير، الطماطمية على 4. احنا كل ده هيتضرب في الخلاط لما يستوي. ماشي يا بنات. ودول بقى بصوا معانا كام قرن فلفل. دي شطة حمرا يا بنات، مش فلفل، دي شطة حمرا اهي. اللي يحب يحطها يحطها، اللي مش عارف بلاش. نشوحهم برضه شوية مع بعض. وهنا معانا ايه، عدس اصفر اهو مغسول زي الفل اهو، زي ما انتم شايفين مغسول، غاسلينه اهو، مصفيينه من الميه. هنحطه بقى دلوقتي نشوحه برده مع الخضار ده. صلوا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطوا لايك يا بنات، هزعل لو ما حطيتوش اللايكات. فتجربوا بقى الطريقه بتاعتي في العدس، هتعجبكم جدا جدا جدا، وهيبقى طعمه غير. لسه طبعا في حاجات تانية هنعملها لما يتسلق، الخطوات اللي بعد كده هوريها لكم. شوحنا هنا العدس مع الخضار اللي احنا حاطينه، وبعدين لما العدس يتشوح شويه مع الخضار، هنحط له بقى الميه. هو بيتعمل بميه يا بنات مش بشوربه. حطوا اللايكات يا بنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطوا لايكات يا بنات، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد، عشان يجيلكوا اشعارات لما انزل فيديو ولا حاجه. وكلكم وحشني والله، بقالي كتير ما عملتش حاجه، قلت اوريكم طريقه العدس بتاعتي هتعجبكم. هنحط بقى دلوقتي الميه اهي. ماشي يا بنات. وهنسيبه بقى يغلي، بعدين هنوطي عليه النار
بعد ما يغلي يعني، عشان ما نوطي عليه النار عشان ايه يستوي براحته وما يفورش، عشان العدس بيفور. بعد ما يغلي غلوتين ثلاثة كده هنشيل من على وشه، هيعمل ريم، هنشيل من على وشه الريم، وبعد كده نوطي عليه يستوي، وبعدين هوريكم نعمل ايه. بصوا يا بنات، احنا هنا حطينا ايه، حطينا بصل، قطعنا بصل قطع صغيرة اهي خالص، ماشي، وحطينا عليهم شعرية، حطينا على البصل شعرية، هنحمرهم مع بعض يعني، بدل ما اقعد احمر ده لوحده وده لوحده، انا بحطهم كده على بعضيهم وبحمرهم ايه، وبحمرهم مع بعض. والبتاع ده والعدس اهو، خلاص هطفي عليه وهصفيه وهوريكم بقى هنعمل ايه بعد كده. ماشي يا بنات. بس يا بنات، حمرنا اهو البصل مع الشعريه، ما تستغربوش، انا بعمل كده، بحمر البصله مع الشعريه مره واحده، شايفين اهي. وعشان ايه ما اقعدش بقى احمر بصل وبعدين احمر شعريه، انا ما بحبش اعمل له طشه ثوم يعني. في ناس بيعملوا ايه بعد ما بيخلصوا العدس بيعملوا له طشه ثوم، لا انا بحبها بالبصل، بيبقى طعمه ايه، دي طريقتي بقى وجربوا، بيبقى طعمه كده احلى. دي الشعريه مع البصل. هنضرب العدس اهو، خلص طفينا عليه، اتسلق اهو الحمد لله. وشايفين البصله استوت اهي، البصله استوت خالص اهي، والجزر استوى اهو، والعدس اكيد استوى يعني، طالما الجزر اقوى من العدس اهو. شايفين الجزر استوى اهو، شايفين. هنضربه بقى في الخلاط وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، احنا ضربنا العدس في الخلاط اهو، وهنسيبه بقى يغلي غلوتين كده على النار، وبعد كده ايه نروح حاطين عليه الشعريه بالبصل ده. هنحط له بقى دلوقتي التوابل بتاعته. انا بصوا بقى عشان تبقوا عارفين، انا مش بحط على العدس اي حاجه خالص، ولا شوربه ماجي ولا مش ماجي، انا مش طبيخ هو، انا مش بحط عليه حاجه غير الملح اهو، ماشي. وهنحط عليه كمون، بحط عليه ملح وكمون وشطة فقط لا غير، ما بحطش بقى على توابل ولا. وطبعا الملح عشان الانتفاخ بيحب الكمون الكتير، حطينا عليه معلقتين كمون اهو، ماشي. واحنا خلي بالكم ان احنا ضاربين قرن فلفل حامي مع الفلفل اللي احنا سلقينه مع الحامي، بس برضو عشان هنا بيحبوا الشطة، هنحط شوية شطة اهو. ايه رأيكم؟ يغلي بقى، هو كده يعتبر ايه، يعتبر خلاص يعني، صفيناه اهو الحمد لله. شوف شكله لونه جميل ازاي. ما بحبش احط له قوطه كتير علشان ما يبقاش احمر، لان ده اسمه ايه، عدس اصفر. نحط بقى ايه، نسيبه يغلي كده، وبعد ما يغلي نروح حاطين الشعريه عشان ما تلزقش يعني الشعريه لو حطيناها من دلوقتي وهو لسه مغليش هتلزق في الحله من تحت. ماشي يا بنات. اهو حبة عدس بقى، كلكم جربوها وقولوا لي. شوفوا الكمون كلكع على وش الحلة. اول بقى ما الحلة تغلي ان شاء الله، هنحط عليها البصل والبتاع ده، البصل والشعرية، ونبقى كده خلصنا أكلة العدس. ماشي. ده كمون يا بنات، اللي على الحلة ده كمون. بصوا يا حبايبي بقى، احنا حطينا الشعريه وحطينا البصل، العدس بيغلي اهو، هنسيبه يغلي غلوتين عبال الشعريه ما تستوي، وكده نبقى خلصنا ايه، خلصنا العدس. هو ناقص له بس ايه، يغلي غلوتين عشان الشعريه. بصوا حطينا البصل اهو الشعريه لغايه لما ايه، يغلي الشعريه تستوي، مش ما بتاخدش بقى الشعريه ايه 5 دقايق، وهنطفي عليه وهنغرف لكم ونوريكم بقى ايه في النهايه هيبقى ازاي. حطوا لايكات يا حبايبي، واللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. عملنا لكم النهارده دكر عدس اهو، بروتين الغلابه بدل اللحم. هو ما بقتش في حاجه رخيصه يعني، العدس بقى زي اللحمه بالظبط دلوقتي، نفس الاسعار غاليه وكل حاجه غاليه، ربنا يرحمنا برحمته. هنسيبه بقى يغلي شويه، وبعد كده نوريكم ايه، نوريه لكم لما يخلص. بصوا يا حبايبي، احنا كده خلصنا اهو العدس، احلى طبق عدس هتشوفوه. جربوه بالطريقة بتاعتي كده وشوفوا هيبقى طعمه ايه، طعمه خطير خطير خطير. وعملنا هنا طماطم اهي طماطم مخللة،
بالثوم بالثوم والليمون والكمون وكده. وهنا بصل اخضر طبعا عشان تكمل انتوا عارفين العدس بيحب البصل الاخضر والطماطم المخليه. ولو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا لايك للفيديو، عايزه لايكات كتير للفيديو ده، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.